الأستاذة زاهية بنقارة فائزة في البرلمان الانتخابات التشريعية 2026 التي أجريت يوم 2 جويلية. الحمد لله سبحانه وتعالى. أكيد هو الخطوة أنك تكون في البرلمان هي خطوة لإضافة الخير ولإضافة كذلك البناء ولتوسيع خدمة هذا الوطن أكثر. وأكيد إذا قلنا الوطن نقول شعب هذا الوطن العظيم الذي قدم ولا يزال يقدم لأجل بناء هذه الجزائر الحبيبة العزيزة على قلوبنا. يعني رئيسة بلدية يعني عندك خبرة في الميدان. نعم. يعني هل يعني وصول إلى البرلمان راح يمكن باش تحققين؟ أكيد. أنا ذات تطلعات كبيرة جدا وذات آمال كبيرة جدا، أولا في مؤسسات هذه الدولة، وثانيا في هذا الوطن، لأن هذا الوطن روي بدماء الشهداء، وبإذن الله سنحقق الأفضل وسنكون عند حسن ظن هذا الوطن وشعب هذا الوطن، وبالضبط شعب ميلا الذي أكيد زكى بكري معروفين ومعروفين بصوالحنا الشابين. استغفر الله. يا بالعزيز شوالة أنا حليت البورتابل ليتك شارد أمي بغيت نكذبها شارد خويا خلينا ريح نتفاهموها صاحبي وشبيكا كاريكا يا كاريكا ولد عمي شوالة جيش عمي يا هردتو كاع ولد عمي يا شا نحكم أنا يا شا نحكم خبرني السم نحكم الجيش لا مش كيما هاك لا حشومة والله قاع حشومة. A few moments later. يومين ولا تم قرعة الماء ما شربتهاش. الفرحة وخا فرحنا باللي مشينا وقلنا الله أكبر صليتي والله تا الفرحة هياني أنا دابا فرحان. العنصريين والله العنصريين عاش الملك خلنا فينا المزاعة بحال ما نص بحال شي حد الله يسترك داخل بحال محقورين بحال محقور ان شاء الله هما بلاد. ما كاين لا ما لا ماكله لا حتى شي حاجه. يعني الناس اللي كيفكروا يمشيو لا ما تحاولوا تفكروا، حيتاش اول حاجه الحمد لله على النعمه المغرب اللي حنا ما حامدينش عليها الله. شا نحكم انا شا نحكم خبرني السم نحكم الجيش لا مش كيما هاك لا حشومة والله قاع حشومة. يومين ولا تم قرعة الماء ما شربتهاش. الفرحة وخا فرحنا باللي مشينا وقلنا الله أكبر صليتي والله تا الفرحة هياني أنا دابا فرحان. العنصريين والله العنصريين عاش الملك وعسى. نجيب الحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلو له خانة عوادي. Majesté, si la Tunisie était déstabilisée après les événements de Gassa avec la maladie du Premier ministre, M. Noura, est-ce que le Maroc serait alors le dernier pays du Maghreb dans le plan occidental? D'abord, je puis vous dire que la Tunisie ne sera jamais déstabilisée. Pour quelle raison? Parce que la Tunisie est un peuple. Et on ne déstabilise pas un peuple. On peut déstabiliser un régime. On peut faire que ce pays marche claudiquant ou en peinant pendant des années. Mais de là à effacer le subconscient et le conscient tunisien, il faudrait une bombe atomique ou plusieurs bombes atomiques pour l'effacer de la carte complètement. Deuxièmement, la Tunisie a des amis qui, bien qu'étant loin, ne se contenteraient pas de la défendre par la presse ou par la radio. Militairement? Militairement, le Maroc, au cas où la Tunisie était attaquée, est prêt, a déjà pris ses dispositions pour être aux côtés du peuple tunisien. Mais quant à penser qu'on peut déstabiliser la Tunisie, tant qu'il y aura un Tunisien, le peuple tunisien restera. Je vous y انت سيد مريم قوتي قال لي جدتي راه تعطيك دعوة الشر تعال تعطيني دعوة الشر. قال لي جدتي بعد قال لي جدتي انا مروكيه. قلت جدتك مروكيه وقلت بصح انا معاه قال لي راك تعايرهم بزاف وكذا وكذا.
بدين امك ريح الغد. حيوان غريب ولا خطير موجود متواجد في الجزائر وإحنا ما نعرفوش باللي راه متواجد. سهل، ما عرفتوش؟ ها هو. راني متوسخ وتوسخت لأنني نصارع في خنزير، نصارع. حيد الكهرباء عندنا فايض في الأول اللي 10 11 تاع الليل يقصوا الضوء، ما كان لأن الإنتاج ما يقدرش. راكم تبعتوا لبنان وما أدراك من لبنان، قعدوا في الظلمة أسبوع حتى عطيناهم احنا الفيول. احنا الدولة الوحيدة اللي فاتت المعدل اللي كانوا حسبته الأمم المتحدة. دولة الوحيدة ما كانش لا أمريكان ولا فرنسا ولا الروس. علاش خلعتكم الارجنتين وعلاش خلعكم ميسي؟ ما فهمتش. ميسي كش ما نهار دا لا كوب دافريك، انا جامي سمعت ميسي دا لا كوب دافريك. حنا شحال من مره دينا لا كوب دافريك؟ 2 مرات. مر علاش تخافوا من ميسي؟ والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال بالصلاة على النبي شوية تنشوكي زي القشطة لسه مقطفين من على الشجرة دلوقتي. بصوا جمال الطناي قشطة. اللهم صل على نبينا محمد. السؤال يا فخامة الرئيس هو يدور حول العفو عن الصحفي كريستوف كلاز. هل سوف تلبون هذا النداء والدعوة للعفو عنه؟ أولا احتراما للعدالة الجزائرية لن أجيب عن السؤال إلا في الجزائر. سيد عبد السلام، كيف حالك؟ لاباس سيد الوزير. أنت والد الشبل، تلميذ الشبل قدر الزياد. قدر الزياد ما شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله. من ولاية جيجل. من ولاية جيجل سيد الوزير. وابننا زياد متمدرس بمدرسة أشبال الأمة الشهيد بوردوز عبد الرحمن ببجاية. نعم. شعبة علوم تجريبية. علوم تجريبية سيد الوزير. ما شاء الله. نكلمك السيد عبد السلام، يكلمك سيد وزير التربية الوطنية باش نهنيك باحتلال ابنكم قدر الزياد المرتبة الأولى وطنيا في ترتيب مدارس أشبال الأمة. بارك الله فيك سيد الوزير. العقوبة معدل 18.97، معدل المواد الأساسية 20 من 20 ما شاء الله. بارك الله فيك. العقوبة لولادك انت لها عقبوا ان شاء الله. ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. اعطيني زياد اذا كان ها معايا. اوكي سيدي الوزير. الو. اهلا وسهلا زياد. اهلا سيادة الوزير. كيف حالك يا زياد؟ والله بخير الحمد لله. شرفتنا يا زياد وشرفت أشبال الأمة، وشرفت أيضا مدرسة أشبال الأمة الشهيد بوردوز عبد الرحمن ببجاية. الحمد لله. وشرفت شعبة العلوم التجريبية. ما شاء الله عليك يا زياد. بارك الله فيك. فكل التهاني ليك وللأسرة الكريمة ولأسرة مدرسة أشبال الأمة الشهيد بوردوز عبد الرحمن ببجاية، وللأسرة التربوية كلها في ولاية بجاية التاريخية العريقة. فكل التهاني ليك يا زياد ولأسرتك مرة أخرى، ونتمنى لك إن شاء الله مستقبل زاهر يا زياد إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله في تكريم السيد رئيس الجمهورية إن شاء الله. شكرا لك يا زياد. شكرا سيادة الوزير. اللقلاق الجزائري عاد من جديد. اسمع. من السفارة الفلسطينية، كان في المركز الثقافي الفلسطيني في الجزائر، التقيته، قال لي وجدنا وقفية لجزائري أوقف على طائر اللقلاق. أنا كنت أظن بأن هذه الوقفية هي وقفية عالمية، يعني موجودة في غير الجزائر، ليس تقليلا من شأن بلادنا، وإنما
لدينا أوقاف كثيرة، لكن أن يوقف الجزائري على طائر الإقلاق فهذا وقف بيئي. مشاركة زيدان فيما تبقى من مباريات، يا خويا انا كرشي راح تشدني والله. غير شوف ما نقدرش ما عنديش ثقة، ولات ما عنديش ثقة في حراسة المرمى. شاك شوفوا زيدان ديما في المباريات اللي نحتاجوه فيها ما نلقاوش.